السلام عليكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي. رجعنا لكم بقى ان شاء الله. النهارده هنشرح اخر يونت، كل سنه وانتم طيبين، في منهجنا في الفصل الدراسي الاول، الوحده السادسه. الوحده السادسه فيها موضوعين، الموضوع الاول الكومباريتيف المقارنه، موضوع سهل جدا، والموضوع الثاني الباسيف المجهول، جايبين زمن واحد بس اللي هو البريزنت سيمبل. يلا كده بينا مع بعض نشوف. اول حاجه معانا اللي هو ايه؟ اللي هو الكومباريتيف. comparative اللي هي المقارنة. هو دايما لما كانوا بيجيبوا درس المقارنة ده كانوا بيجيبوا معاه دايما السوبرلاتيف، التفضيل. يعني ايه مقارنة ويعني ايه تفضيل؟ مقارنة يعني مقارنة بين شخصين او شيئين، اي حاجة اتنين ممكن نقارن بينهم. انما تفضيل يعني فرد ومجموعة. بس هو مش جايبين التفضيل، جايبين لكم المقارنة. خلاص احنا هنشرح المقارنة فقط زي ما هو ايه جايب في كتاب المدرسة. طبعا اللي هنشرحه ده كله سايب لكم منه نسخة في صندوق الوصف. تعال نشوف كده المقارنة. مبدئيا احنا لما بنقارن صفات. طيب الصفات عندنا صفات اسمها صفات شورت. يعني ايه صفة شورت؟ يعني صفات قصيرة من مقطع واحد فقط. زي مثلا كلمة طويل. طويل يعني ايه؟ tall. كلمة سريع. سريع يعني ايه؟ fast. كلمة ضخم. ضخم يعني ايه؟ big. كلمة سهل. سهل يعني ايه؟ easy. دي اسمها صفات شورت. يعني ايه صفات شورت؟ صفات قصيرة. لما نيجي نقارن بقى الصفات دي، يعني انا عندي طرفين دلوقتي، طرف وطرف، وعايز اقارن بينهم، هنعمل ايه؟ خد بقى القاعدة على مهلك خالص. هتزود اي ار، وبعد كده هتجيب من عندك كلمة ذان. ايه معنى ذان دي يا مستر؟ ذان دي معناها من. يبقى القاعدة بتاعتك سجل بقى عندك، دي القاعدة بتاعتك اهو للصفات القصيرة. انا بقول الصفات القصيرة الشورت. طيب كلمة tall هتبقى taller than. يعني ايه taller than؟ اطول من. طب fast هتبقى faster than، اسرع من. طب وبيج قال الصفة اللي تخلص بحرف ساكن قبلها حرف متحرك. الحروف المتحركة كده عارفينها، ال A وال E وال I وال O وال U. بنكرر الساكن يبقى bigger. شوف عامل الشكل بتاعها عامل ازاي؟ bigger than. زي برضو كلمة thin اللي هي رفيع. اكتب لي في التعليقات قولي شكلها يبقى عامل ازاي. easy. easy اخرها واي. لما يكون واي وقبلها ساكن نطير الواي وتتقلب لاي تبقى easier. الواي هتطير. easier than اسهل من. جرب لي كده في التعليقات، شوف لي هابي هيبقى شكلها عامل ازاي. اعمل لي مقارنه لثن واعمل لي مقارنه لهابي. تعال نشوف بقى تاني. يبقى المقارنه لو الصفات القصيره اي ار وبعد كده ذان. تعال كده نكتب مثال. تيجي في الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا احمد is tall than علي. ويقول لك صحح الخطأ، احمد is tall than علي. سهلة جدا. ادي عندي طرف اول احمد وطرف تاني علي وعندي كلمة than، يبقى طول ناقصة مين؟ ناقصة اي ار، يبقى احمد is taller than علي. ده كده مقارنة الصفات القصيرة. طب تعالى بقى كده على مهلك نشوف اللونج adjective، الصفات الطويلة. صفة طويلة. طويلة يعني أكتر من مقطع. يعني مثلا أنا هكتب لك اهو كده عشان نكتب القاعدة. زي مثلا كلمة fantastic، زي كلمة dangerous خطير، زي كلمة serious، زي كلمة amazing. دي كلها صفات طويلة. هنعمل ايه بقى؟ هل منطقي ان احنا نضيف لها اي ار؟ هي اصلا طويلة مش هتقبل اي ار خالص. يعني هنضيف لها اي ار ازاي؟ قال لما هنعمل ايه؟ قال لي هتيجي قدامها هنا كده وتجيب يا كلمة more يا كلمة less. ركز. more معناها اكثر ولس معناها اقل. طب وبعدهم برضو كلمة than. ليه؟ لان than معناها من. انا طالما بقارن لازم اقول من. ينفع اقول احمد اطول علي؟ لازم اقول من علي. ينفع اقول الانجليزي اكثر صعوبة مثلا من العربي، ولا اقول اكثر صعوبة عربي؟ لازم اقول من. يبقى الصفة اللونج الطويلة لازم تجيب كلمة more او less. عايز كتير قول more، عايز قليل قول less، وبعد كده كلمة زين. طب تعال ندي مثال علشان نفهم اكتر. هقول مثلا English is more difficult، مثلا اكثر صعوبة than من مثلا Arabic.
difficult دي صفة طويلة عشان كده جبنا لها more. وادي عندك كلمة مين؟ than. طيب هل كل الصفات يمشي عليها القاعدة دي؟ قال لي لا، هناك صفات غير منتظمة لازم نذاكرها. مين دول بقى؟ عندك كلمة good. good اللي هي جيد، يا ترى شكلها في المقارنة هيبقى عامل ازاي؟ كلمة bad سيء. كلمة far اللي هي معناها ايه؟ بعيد. كلمة little اللي هي معناها قليل. تعال نشوف كده، نشوف الجماعة دول هيبقوا ايه واحدة واحدة. اول حاجة قال لك good يعني جيد. عايز اقول افضل من، هتبقى جودر؟ لا، قال لي هتبقى حاجة اسمها better than. يعني ايه better than؟ افضل من. ركز، يبقى لما يجيب لك good وعايز منها مقارنة better than. خلي بالك عشان ما تتلخبطش، good دي كانت في الظروف برضو، بس ليه كانت الظروف تبقى will. طب وباد؟ قال لي هتبقى اسمها worse than. يعني ايه worse than؟ اسوأ من. طيب وفار هتبقى farther than او further باليو، يعني ممكن اعمل ده يو. طيب وليتل هتبقى less than اللي هي اقل من. يبقى دول لازم يتحفظوا، دول اسمهم صفات غير منتظمة. صفات غير منتظمة. good بتبقى better than، يعني اقول she is better than me. او bad بتبقى worse than. far بتبقى farther than. وليتل بتبقى less than. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للcomparative. comparative اللي هي الايه؟ المقارنة. طيب لو انت محتاج تعمل تساوي، يعني ايه تساوي؟ يعني انا هنا قلت احمد is taller than علي. طب عايز اقول احمد نفسه طول علي. قال لك ممكن تستخدم as صفة as. يعني ايه as صفة as دي؟ نفس الشيء. يعني ممكن اقول احمد is واجي هنا اقول as وبعد كده اقول tall as عادي خالص. احمد is as tall as علي. طب لو مش طوله انفي اقول احمد isn't as tall as علي. وممكن في النفي استخدم مين كمان؟ استخدم so، بس في النفي بس. so صفة as. بس دي اسمها قاعدة اللي هي يا جماعة قاعدة التساوي. يعني ايه تساوي؟ يعني لما يكونوا الاتنين زي بعض بالظبط. يبقى نقول تاني، المقارنة لو صفة قصيرة بنضيف er وزان، لو طويلة بنجيب قبلها more او less وبعد كده زان. وتذاكر دول تحفظهم كويس لان دول غير منتظمين. التساوي اسمها as صفة as. الصفة مش بتعمل لها حاجة خالص. في حالة التساوي بتنزل الصفة زي ما هي، يعني سواء قصيرة أو طويلة. يعني مثلا هنا تعال نطبق على دول التساوي، هتبقى as tall as fast as fast as big as easy as. طب تعال نطبق هنا fantastic as dangerous as وهكذا as difficult as. قاعدة as ما بتجيش عند الصفة. as يعني ايه؟ يعني نفس الشيء، يعني زي بعضهم بالظبط. ده بالنسبة لدرس الكومباريتيف، درس الايه؟ المقارنة. كده بقينا درس الباسيف. هسيب لك البورد، لو انت محتاج تاخد سكرين اتفضل خد سكرين بتاعك. ودلوقتي وصلنا مع بعض لاخر درس في منهجنا في الفصل الدراسي الاول. درس سهل جدا، هو درس الباسيف المجهول. جايبين هما زمن واحد، زمن البريزنت سيمبل. اول زمن خدناه السنه دي في الوحده الاولى. تعالوا بس كده نشرحه في الاول عادي، اللي هو المضارع البسيط، وبعد كده اعلمك يعني ايه مجهول. درس سهل خالص. اول حاجه هوت عندك انت البريزنت سيمبل المضارع البسيط. شرحناه كتير جدا. كان بيقول ايه مع المفرد؟ ايوه، بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اس. ومع الجمع الفعل بدون ايه؟ اي اضافه، زي ما خدناه كتير جدا. تعال نكتب جمله. هقول مثلا احمد او علي ماله مثلا يلعب، يعني بلاي. اقول بلاي ولا بليز؟ علي مفرد فهقول بليز فوتبول. تمام. تعالوا ننفي الجملة دي. لو أنا عايز أنفي، المضارع البسيط بيتنفى بإيه؟ بدونت أو بدازنت. لما يكون فعل كده مفرد أهو في اس بنقول إيه؟ علي دازنت. وأدي بليز هتبقى بلاي، وكرة القدم اللي هي فوتبول. ده النفي. طب لما تحب تعمل سؤال بهل مثلا بتسأل بداز والفعل مين؟ علي، بلاي
football. ممكن اقول yes he does، وممكن اقول no he doesn't، وممكن اقول برضو سؤال بوات what does علي play. حلو جدا. حد يقول لي يا مستر ما الكلام ده احنا عارفينه. ماشي، بالراحه كده واحده واحده. لو جينا مسكنا الجمله الاولى ديت بادئه بعلي، علي ده يعتبر subject. يعني ايه subject؟ فاعل. مين اللي لعب كوره؟ علي. كلمه plays ده verb، ده فعل، والفوتبول ده object. object يعني ايه يا جماعه؟ مفعول. يبقى علي فاعل، هو اللي قام بالفعل، وبليس ده فعل مضارع، وفوتبول ده المفعول. نفس النظام هنا، علي فاعل وبلي هو الفعل وفوتبول مفعول، بس دي منفيه. هنا برضو علي الفاعل وبلي فعل وفوتبول مفعول. اي جمله في الانجليش يا جماعه تبدا بفاعل او فيها الفاعل واضح اهو زي هنا، دي اسمها جمله اكتف. يبقى ده كله يا جماعه اسمه اكتف. يعني ايه اكتف؟ ده كله معلوم. يعني ايه معلوم؟ معروف مين اللي لعب اهو في الاول، علي بلاي فوتبول. هنا اهو علي doesn't، هنا هل علي. تمام. النهارده بقى هو جاي يعلمني ايه؟ جاي يعلمني ازاي احول زمن المضارع البسيط لحاجه اسمها الايه؟ لحاجه اسمها الباسيف. درس مهم جدا وسهل. ايه الباسيف ده؟ اللي هو المجهول. يعني ايه اصلا مجهول؟ مجهول يعني انا محتاج ابدا بالمفعول، الفاعل بالنسبه لي مش مهم. طيب يا مستر هو المضارع البسيط بس ليه مجهول؟ لا، اي زمن في الانجليش ليه مجهول، بس احنا خلينا في المضارع. نقول تاني، يبقى يعني ايه مجهول؟ مجهول يعني انت محتاج تبدأ بالمفعول، الفاعل مش مهم بالنسبة لك. هو ده المجهول، بيقوم على الفكرة دي. طيب ايه القاعدة بتاع المضارع البسيط في المجهول بقى؟ قال لك هتبتدي بالمفعول وتشوف المفعول، لو كان I تجيب من عندك am، لو هنا I. لو المفعول مفرد هتجيب له is، لو المفعول جمع هتجيب له are، يبقى am او is او are. بس كده؟ قال لك لا، زائد التصريف الثالث للفعل. تمسك الفعل تجيب منه التصريف الثالث، بعد كده تجيب من عندك كلمة باي بواسطة، وفي الآخر خالص الفاعل أو الضمير منه. والجزئية دي مش ضرورية. يعني إيه مش ضرورية؟ اللي يهمنا الجزئية دي اللي هي مفعول أما وإذا وآر والتصريف الثالث. تاني بالراحة. يبقى لما حد يسألك على المضارع البسيط هتقول في منه اكتف وفي منه باسيف. المعلوم اللي انت عارفه، مع المفرد بنضيف اس، مع المفرد بنضيف اس. المجهول لا، ده احنا هنبدأ بمين؟ هنبدأ بالمفعول، وبعدها اما واذا وار حسب المفعول. خلي بالك هعمل لك السهم لورا اهو كده، حسب المفعول اهو. وبعد كده تمسك الفعل لازم تجيب منه التصريف الثالث. ايه التصريف الثالث ده؟ الافعال كلها ليها تصريف ثالث. اي فعل عادي الماضي زي التاني، انما التصريفات الثالثه بتاع الافعال الغير منتظمه لازم تتحفظ، واحنا بناخدها من اول السنه. وانا هعمل لك ورقه ان شاء الله هكتب لك فيها كل الافعال، عشان موضوع التصريف الثالث ده مهم جدا. تعالوا كده بقى نشوف مع بعض. هنا علي بلايز فوتبول. تعال نطبق. فين المفعول هنا في الجمله دي؟ فين المفعول في الجمله بتاعتنا دي؟ مين هنا؟ فوتبول. حلو جدا. انا دلوقتي بحول المجهول لسنه تانية اهو. فوتبول كرة القدم. تاخد ام ولا از ولا ار؟ طبعا تاخد از. التصريف الثالث من كلمة بلاي، بلاي ده فعل عادي الماضي منه بلايد، يبقى التالت برضه هو بلايد. يبقى فوتبول از بلايد، كرة القدم تلعب. بقت مجهولة اهي. فوتبول از بلايد. عايز اقول باي اللي هي بواسطة مين؟ علي او باي هم. ماشي، مش عايز خلاص، المهم انا عندي الجزئية دي. فوتبول از بلايد، كرة القدم تلعب. طب تعال نشوف التانية. علي doesn't play فوتبول. هي فين المفعول؟ فوتبول كرة القدم. تاخد ام ولا از ولا ار؟ تاخد از. طب يا مستر الجملة منفية. خلاص انفي يا عم اهو. isn't كرة القدم لا. التصريف الثالث من بلاي، بلايد لا تلعب اهو. علي لا يلعب، الكرة مش بتلعب باي علي. does علي بلاي فوتبول. هي من الفعل هنا، من المفعول هنا فوتبول. تمام. هياخد ام ولا از ولا ار؟ هياخد از. طب ده سؤال، يبقى المفروض از تيجي في الاول، يبقى از فوتبول. التصريف الثالث من بلاي بلايد. هل كرة القدم تلعب باي علي؟ يس او نو. يبقى هنا از والتصريف الثالث ده مجهول. يبقى نقول تاني يبقى المضارع البسيط في المجهول ام واز وار والتصريف الثالث. طب هتجيلك ازاي في الامتحان؟ حاضر. يقول لك مثلا the new story، القصة الجديدة، the new story write by him.
the new story write by him every year. كل سنة القصة بتكتب بواسطته. تمام. هي القصة ينفع تكتب نفسها؟ لا، يبقى دي مجهولة. تمام. وجايب لي every من الكلمات الدالة على المضارع. القصة تاخد am ولا is ولا are؟ تاخد is، يبقى دي الإجابة، هنكتب is. التصريف الثالث من write wrote. حد حافظ التصريف الثالث اسمه ايه؟ اسمه written. يبقى the new story is written تكتب by him every year. يعني ايه every year؟ كل عام. يبقى تاني درس الباسيف بنبدأ بالمفعول. لو هو لو هو هياخد am، لو مفرد هياخد is، لو جمع هياخد are. والتصريف الثالث يبقى بالراحة تاني. الباسيف في المعلوم بنضيف اس مع المفرد والجمع بدون اي اضافة. المجهول am و is و are ومين والتصريف الثالث. ودي اخر جزئية معانا في منهجنا. انتظرونا ان شاء الله في الفاينل ريفيجن، هنراجع لك على كل اسئلة الامتحان وهننزل لك المراجعة النهائية. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.